السلام عليكم، معاكم سلام عشري والنهارده السؤال الاسبوعي. النهارده بيقول لو بلاط المطبخ كافيه فاتح في كافيه غامق اعمل المطبخ لونه ايه؟ ده سؤال مهم جدا. موضوع الالوان ده من المواضيع اللي بتبقى محيرة جدا 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 لصاحب المطبخ، خصوصا لو هو مش مقرر هيعمل لون مطبخه ايه. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي خدنا المقاسات، عملنا التصميم، وقفنا عند اللون. حضرتك بقى عشان تختار اللون صح لازم حضرتك تشوف مطابخ معمولة من نفس الالوان اللي انت حاببها، بتكون مطابخ خلصانه كامله، تشوف صوره كامله كده، صوره مطبخ كامل، بحيث ان انت تعرف تحدد بقى هل اللون ده اللي انت هتنفذه فعلا ولا لا، هل المطبخ ده اللي انت هتشتغل عليه ولا لا، هل اللون ده مناسب ولا لا. وكمان تعمل ديزاين وتبص على اللون على الديزاين بتاعك وتشوف هل هيبقى متماشي مع المطبخ ولا لا. هل بعد ما نعمل الديزاين ونحط عليه الالوان اللي انت عاوزها هنشوفه في الاخر هيعجبنا ولا مش هيعجبنا. كل دي تفاصيل انت لازم تخلي بالك منها وانت بتختار لون مطبخك. وعموما عشان برضو اجاوب على السؤال، لو بلاط المطبخ كافيه فاتح في كافيه غامق، لو هتعمله الموتال فانت عندك الاوف وايت هيبقى كويس جدا، وفي كافيه الفاتح لو عملته فاتح هيبقى كويس جدا، لان انت تقريبا عندك العامل الغامق تحت والفاتح فوق زي المطابخ القديمه، فبالتالي الغامق كله مش هيبان. فممكن تعمله كافيه فاتح او تعمله اوف وايت او ابيض، او ممكن تعمله اسود لو حابب، لو ليك في الغوامق هتعمله اسود هيبقى حلو جدا. بس كده، ده كان سؤال النهارده، واشوفكم السؤال الجاي. انا معكم سلام عشري، سلام.